الفاتحة هي الكافية، هي المانعة، هي الشافية، هي الجامعة، هي أفضل القرآن. نحن نتقرب إلى الله جل وعلا في كل ركعة. في صلاة الفريضة صليناها قبل شوي 3 مرات قرأناها في المغرب، واللي أدرك السنة البعدية، السنة الراتبة والبعدية، والذي صلى نافلة قبل ذلك فقرأها 7 مرات. فأنت تقرأ هذه السورة في كل ركعة، حتى في صلاة الجنازة التي أركانها أخف من أركان صلاة الفريضة، الصلاة التي فيها ركوع وسجود، ويتعبدنا الله تبارك وتعالى بقراءتها. سورة الفاتحة عدد آياتها 7 آيات، باعتبار أن البسملة منها، وهي رابع سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت بعد اقرأ العلق، وبعد المزمل، وبعد المدثر. ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الترتيب الخطي هي أول سورة خطا، لكن ما تقدر تقول هي أول سورة نزولا، لكن خطا في القرآن، لأن ترتيب القرآن توقيفي كما تعرفون، وبالتالي هي افتتح بها القرآن الكريم، وهي رابع سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد كلماتها 29 كلمة، وحروفها 139 حرفا. هذه السورة الله جل وعلا تعبدنا بها. طيب سؤال، والسر الفاتحة؟ ليش الأمة تقرأ الفاتحة 17 مرة كل يوم فرضا، ناهيك عن الرواتب والنافلة، ومن يسر له قيام ليل وصلاة ضحى وفتح الله عليه من الصلوات والركعات الكثيرة؟ هذه الصلاة وهذه السورة فيها سر. الله سماها والأم تطلق هنا على الأم التي تلد والأم التي تلم، لكن التي تلد لا يقال عن الوالدة إلا من تلد، لا تقال عن سورة الفاتحة. سماها أم القرآن وسماها أم الكتاب، فهي وأنت لازم تستشعر معنى الأم هنا، وهذا هو المعنى اللي جالس أنا أقوله. معنى سورة الفاتحة هي الأم الشمولية، تعطيك وحدة هذه الأمة. أنا بتكلم عن سورة الفاتحة وسأقف مع آياتها وأتكلم عن هذا المعنى، لكن عشان أقرب المعنى ويتضح الصورة. الآن حنا نقرأ الفاتحة، لو تصلي الآن تتسنن عند العمود هذاك، أو تصلي في بيتك ولا في غرفتك وأنت منفرد لحالك، وكبرت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إذا جيت عند إياك نعبد تطلقها وتقولها بصيغة الجمع ولا بصيغة المفرد؟ يعني تقدر تقول إياك أعبد وإياك أنا أستعين، أو اهدني الصراط المستقيم، لا، تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بصيغة الجمع. وهذا أيضا فيه تذكير للأمة، لأن السورة هذه سيحفظها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعربي والأعجمي، وسيحفظها عوام الناس، فبالتالي تذكرهم هذه السورة كل من قرأها أنك لست وحدك. وهذا أحد معاني هذه السورة، والسورة اشتملت على كل معاني الدين والشريعة الإسلامية. الفاتحة سورة لا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ليش؟ لماذا؟ الرسول يمسك بيد الصحابي الجليل أبي ويقول هل أعلمك، النبي يقول هل أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال بلى يا رسول الله. قال الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعظم سورة في القرآن. ونزل على النبي، يقول النبي نزل علي ملك هذه الليلة لم ينزل من قبل، وفتح باب في السماء لم يفتح من قبل، ثم نزل عليه وقال الملك جاء من السماء فقال أبشر بنورين أوتيتهما يا محمد لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة أو سورة البقرة. وهذه نعمة نور في الدنيا وفي الآخرة، عظيمة هذه السورة. 7 آيات، للأسف نحن نسردها سرد الواحد اللي متعود الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأسرع سورة تقرأها. لكن والله لو تمعنها المسلم ووقف مع هذه السورة سيرى عجبا عجابا مع هذه السورة العظيمة. الله يمتن على النبي
منتين: منه أنه أنزل عليه القرآن لوحده، ومنه خاصة لسورة الفاتحة. والله جل وعلا يقول: ولقد آتيناك إيش؟ 7، اللي هي الفاتحة من المثاني. ثم قال: والقرآن العظيم، مع أن الفاتحة من القرآن، لكن لعظم الفاتحة جعل المنة لها خاصة: آتيناك 7 يا محمد من المثاني والقرآن العظيم. وأيضا هذه الخاصية لهذه الفاتحة أنها تتكرر. النبي يقول: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده. طيب وش السر؟ السر أنها اشتملت على جميع القرآن وعلى جميع معانيه الأساسية. كل أهداف القرآن، كل معاني إعجاز القرآن تدور طبعا على 3 أمور: عقائد، يعني توحيد وما يترتب على ذلك بأنواعه وأقسامه، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان وغير ذلك، وعبادات، ومنهج حياة، معاملات، المنهج الذي تسير عليه الأمة حتى تعرف قيمة هذا القرآن. القرآن يقول ويدعوك للعقيدة الصحيحة. جيبوا لي آية في القرآن لا تدعوك إلى العقيدة الصحيحة. الفاتحة تتكلم عن ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى. يجب أن تعتقد ويكون اعتقادك عقيدة صحيحة، والعقدة أو العقيدة من العقد الذي تعقد وانعقد على الشيء، يعني تمسك به وتشبث به. وأن تعتقد هنا اعتقاد جازم أنه لا إله إلا الله. طبعا ما ينفع أنك تعتقد فقط اعتقاد دون أن تعمل ولا تعبد، ويجب أن تعبد الله جل وعلا على معتقد صحيح. والأمر الثالث: يجب هذا المعتقد والعبادة على منهج مستقيم، ولك فيه قدوات: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما جاءت مفصلة في سورة النساء. فبالتالي يجب أن تفهم هذا المعنى، تفهمه للقرآن. إذن القرآن يعني تعتقد ثم تعبد ثم تعمل، ولا يكفي إلا بالمنهج الصحيح الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بدأت السورة بسم الله. البسملة، الله لما أنزل العلق على محمد ماذا قال له؟ وش أول آية؟ اقرأ بإيش؟ باسم ربك الذي خلق. يا محمد اقرأ بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. كان زيد أو زياد بن أبيه خطيب مفوه في الجاهلية عند قريش، كان إذا خطب يثني على الله ويبدأ بالبسملة. ومرة قام فخطب خطبة شهيرة ولم يبسمل ولم يحمد الله ولم يثني عليه، فسميت خطبته البتراء، مقطوعة ما لها قيمة. ولذلك الحمد لله اللي الله بدأنا بهذا، أن نبدأ باسمه، بسم الله. اقرأ يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله بدأت بالرحمن، رحمة في الدنيا والآخرة، رحمة شاملة، رحمة عامة. تخيل أن الفاتحة بدأت مع أن الله قادر وله سبحانه وتعالى التصرف كيف شاء. بدأت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مثلا قال القهار الجبار. الله يريد أن يقول لك في فاتحة كتابك: نبين لك رحمتنا في الدنيا ورحمتنا في الآخرة، وأنني رحمن الدنيا ورحمن الآخرة، ورحمة بالمؤمنين وبغير المؤمنين. والله جل وعلا يبين أيضا، بل ورد في بعض الآثار أنه كتب عند الله في كتاب ادخره عنده. والحديث في الصحيح أنه قال: إن رحمتي سبقت غضبي. اللهم اشملنا برحمتك يا رب العالمين. الله، بسم الله. الله أعرف المعارف. سيبويه يذكر عنه أنه لما جاء يعرف الله في كتابه في الكتاب يقول لما وقف عند الله كتب: الله أعرف المعارف ثم يبكي، الله أعرف المعارف ثم يبكي. ويقال أن سيبويه رؤيا في المنام، قالوا: ماذا صنع الله بك؟ قال: إن الله رحمني وأدخلني الجنة لما كتبت وعرفت الله لفظ الجلالة. الله جل في علاه من التأله. وقال بعضهم: الله تبارك وتعالى حارت في معرفته العقول وفي آياته سبحانه وتعالى. أعرف المعارف، ولفظه هي لفظه لكنها المعجم كله، فسبحانه رب العالمين.
الرحمن الرحيم. احنا حينما نتكلم الرحمن الرحيم طبعا اسمين جليلين عظيمين تدل أن لله ربوبية. رب هو ربك، من أعطاك، من خلقك، من صورك، في أي صورة ما شاء ركبك، من رزقك، من يحييك، من يميتك، من الذي يجعلك تنام ثم تستيقظ، من الذي يقلب الليل والنهار. الله رباك، الله ربك، الله رب كل أحد سبحانه وتعالى، رب العالمين. ولذلك الرحمن الرحيم هي ربوبية، وهي اسمان تدل على إحسانه وعلى رحمته، من أسماء الله الحسنى بالاتفاق. ورحيم يجوز الوصف لغير الله جل وعلا، كما قال الله عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.